السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا بقى، انتوا عايزين الحل السحري للناموس اهو. هو ده الحل السحري للناموس، هنتكلم عنه شوية وهنعرف احنا بنشتغل بيه ازاي، وازاي ان هو يبقى يعني قوي جدا وفعال معاكم. عشان في ناس بتستخدمه غلط، زيه زي اي مبيد. في ناس بتستخدمه غلط وفي ناس بتستخدمه صح. ففي ناس بتشكر فيه جدا وفي ناس بتقول لا ده ما جابش معايا نتيجة. فاحنا هنعرف دلوقتي احنا المفروض نشتغل بيه ازاي. وهو بيقضي على ايه؟ هو بيقضي على الناموس والهاموش. طيب هو مكتوب عليه ذباب وهاموش وناموس؟ لا، هو ده ستيكر. يعني بدل ما نحط ستيكر للذباب والناموس، يعني ده يبقى لوحده ستيكر وده لوحده، فهو ده ستيكر طب هل لو انا رشيت عليه للذباب هيجيب نتيجة؟ هيجيب نتيجة زي ما الناموس الذباب والناموس بيقضي على الناموس. بس هقولك على حاجة، ده مخصوص للناموس، يبقى هيبقى مش فعال قوي مع الذباب. زي الذباب كده لما هو مخصوص للذباب ما هيبقى مش فعال قوي مع الناموس. فهمتي؟ يعني الذباب البامبا هو ذباب وناموس، فهيبقى فعال جدا مع الذباب، لكن الناموس يعني ناس وناس حسب المنطقة اللي انت ساكنة فيها. الناموس عفوا، الناموس هو للناموس اصلا، فيشتغل ذباب. فيبقى انا لو انا شغلته ذباب هيبقى شغال بس مش قوي. اتفقنا على كده؟ اتفقنا على كده. طيب هو بيبقى لونه ابيض كده وبيبقى فيه مادة خام اهي راقدة في الارض اهي، زي اي مبيد. بنرجه كويس جدا جدا جدا، وبنبتدي ان احنا نرش الغرفة اللي احنا عايزين نشيل منها الناموس او نقضي فيها على الناموس. بس ده مفعوله وقتي يعني يومي، مش زي الذباب مفعوله 3 ايام والكلام ده كله. لا، انا برش الغرفة كويس جدا، على السرير، على تحت السرير، حوالين السرير، في الارض، على الشبابيك. ارش رشة محترمة كده واروح، وما خافش بقى لان هو من غير ريحه من غير ضرر، فامن جدا جدا جدا. فما خافش بقى خالص، واقوم جايه قافله الاوضه ساعه، قافلاها ساعه. اهم حاجه ان انا اركز كويس جدا في التعليمات. يعني زي مثلا مبيد البق كده، لما انتوا بتسمعوش الكلام في الاخر تيجي تقولوا اصل احنا الدنيا مش قد كده معانا. فاحنا لازم نقفل الغرفه ساعه كامله، وبعدين بعد الساعة دي هتكوني انت طبعا داخلة من الصالة او من اوضة تانية نور. لا، اطفي النور وادخلي الغرفة بقى بتاعتك، عشان انت لو فتحتي الأوضة يا اما تدخلي وتقفلي وراكي على طول. تمام؟ يبقى احنا متفقين. طيب هو ليه اضرار؟ ليه اي حاجة؟ ليه؟ يعني انا عايزة افهم يا جماعة ازاي المنتجات بتاعتكم دي من غير ريحة من غير ضرر وامنة ومش عارفة ايه والكلام ده كله. هي مصنوعة خصيصا لمرضى الحساسية والأطفال وكبار السن الحيوانات يعني. تمام. طب هل المنتجات دي مترخصة؟ المنتجات مترخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الايزو، عشان الناس بس اللي مش بتعرف ترد. يعني المنتجات مترخصة حاصلة على شهادة الايزو ومصرح بيها كمواد كيماوية او مواد. يعني هي دي طبعا لازم تكون مواد كيماوية، اللي يقول غير كده يعني يكون بس طبعا بتبقى بنسب، بتتعمل بنسب. تمام. فهي عشان كده آمنة جدا على الإنسان والحيوان والمرضى وكبار السن والأطفال. تمام. يبقى احنا كده رشينا زي ما قلنا لمدة رشينا الغرفة كلها وسيبنا الغرفة مقفولة في الضلمة لمدة ساعة. ادخلي بعد كده والله العظيم ان شاء الله بإذنك يا رب ما هتلاقي ولا ناموسة ولا اي حاجة. اليومين دول الناموس منتشر جدا جدا، وهوجة جامدة جدا على الناموس والذباب، ما تفهموش في ايه. انا مش فاهمة، مش عارفة في ايه الحكاية. الناس كلها ذباب وناموس، ذباب وناموس. ربنا يعافينا يا رب. وفي امراض دلوقتي اليومين دول، فانتوا خلوا بالكم انه الحاجات دي بتنقل الامراض. تمام. تمام.
حلو قوي. طيب هو بيجيلي مش لونه كده يا دعاء، ده بيجيلي لونه شفاف زي الميه خالص. هو فعلا والله كان نفسي اصور بيه وهو لونه شفاف زي الميه، بس وقعت مني فترجت، فخلاص فالمادة البيضة بقى هي اللي طغت على اللون. يعني هو اصلا كان لونه، بصي انا كنت حاسة انه مية، انا سايباه على الرف كده. ايه ده، هو ماله الناموس بقى عامل كده ليه؟ يعني اول مرة قبل ما يعني قبل بقى ما ارج واشوف ايه اللي هيحصل. وقبل ما اكون برضو متمكنة قوي في الحوار يعني وفاهمة كل حاجة في المنتجات، كان عامل زي المية الشفافة. كان نفسي اسيبه بقى دلوقتي زي المية الشفافة، بس وقعت من ايديا قبل التصوير بثانيتين فترجت. فما تخافيش جدا، تخافيش خالص. هو اصلا كل المنتجات بتاعتنا بتيجي اصلا شبه المية. الالوان دي الوان طبيعية، يعني حتى لو انتي مثلا رشتي مبيد الذباب يعني على حاجة ما يبقعش، الا لو مثلا رشتي على حيطة بيضة، فاهمة؟ يعني الحيطة غامقة مش هيبقع. لو انتي مثلا لو بتقولي ان هو بقع او حاجة، حتة قماشة ده مية يعني بتتمسح، مش قادرة اقولك يعني حتة مبلولة كده ومسحي مفيش اي مشكلة خالص. ماشي. فهو بيكون اي مبيد بيكون لونه شفاف، ودي الوان عشان تميز ايه المبيدات من بعضها البعض. اتفقنا على كده، اتفقنا على كده. طب ايه تاني اللي عايزة تسألي فيه؟ عايزة تسألي وتقوليلي طيب ماشي، هي العبوة دي هتكفيني قد ايه؟ هقولك ده حسب استخدامك، وحسب بقى قوة الناموس عندك قد ايه، وكل يوم بترشي ولا ما بترشيش ولا بتعملي ايه، ايه الدنيا عندك انتي، ده حسب استخدامك. زي كده برضو ما بالظبط بيكون مثلا بتعملي شوية رز، بتعملي على عدد الغرفة الأسرة اللي عندك. الغرفة، أنا بتكلم بلغة المبيدات يا جماعة. يعني شوية الرز اللي عندك دولت، شوفي ان لو انتوا 4 شوفي هتعملي لهم ايه. فلنفرض ان انت بتزودي شوية عشان لو جالك ضيف، فلو انت كل يوم بترشي بقى مثلا في كل الغرف، طبعا غير لما بترشي كل يوم في غرفة واحدة، صح ولا لا؟ ايه رأيكم في التشبيه ده؟ على العموم انا بشكركم جدا زي كل مرة في كل فيديو، لان انا بجد والله يعني ما كنتش عارفة ان انا هنال اعجابكم، حتى يعني على الاقل الاقي حتى ولو حد واحد يتصل بيا ويقول لي شكرا جدا على الفيديوهات اللي انت بتعمليها. فبجد والله يعني ده شرف كبير ليا، شرف يعني مش قادره اقول لكم قد ايه انا مبسوطه جدا، قد ايه انتوا بتخلوني ان انا استمر ان انا اعمل فيديوهات. عايزه اقول لكم ان انا اليومين دول مكسله جدا اعمل فيديوهات، وانتوا اللي بتشجعوني. لما الاقي حد بيكلمني ويشكرني ويقول لي انت بجد بتوصلي لنا المعلومه، يعني بجد شكرا ليكم، مش عارفه اقول لكم ايه. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.